السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان، تحية كبيرة لكم. مجموعة من المشاكل كيعانيو منها المغاربة في بلادنا، ومن هذا المنبر بغيت نوجه رسالة أولى إلى ملك البلاد حفظه الله بسبب ملف واحد من بزاف ديال الملفات اللي كيوصلونا ديال الفساد. مافيا العقار أثقلت كاهل عدد كبير من المواطنين المغاربة اللي عاشوا هما وجدودهم في مجموعة من الأراضي، فبالليل ونهار كتجي السلطات وكتجري عليهم. مافيا العقار هو واحد الملف اللي كبير وكبير بزاف. هنا عندي واحد الملف ديال عائلة الهيسوك. هاد العائلة هادي تنحدر من منطقة زمامرة دكالة. هاد العائلة هادي عانت ومازال كتعاني بسبب واحد المشكل ديال سوق الزمامرة، أو ما يعرف بأرض سوق الزمامرة. قبل ما نتكلم على المعطيات اللي عندي في هذا الملف ونتكلم على الوثائق ونتكلم على المستندات اللي كاينه في هذا الملف هذا، انا اليوم بغيت نتكلم ونوجه رساله للملك محمد السادس حفظه الله ان المواطنين المغاربه وفي حالهم هذه العائله هذه اللي كيف ما كنشوف امامي، رساله الى امير المؤمنين نصره الله. الموضوع طلب استعطاف. علاش؟ باش يتدخل في القضيه ديالهم وديال الارض ديال هذا السوق هذه اللي صراحة مرضاتهم وبشكل كبير. هاد الناس اللي كل مرة كيبعثوا برسائل لمختلف الجهات، وماشي فقط من المملكة المغربية بل وحتى من ألمانيا، كيبعثوا برسائل استعطاف ورسائل إلى مجموعة من المؤسسات. الشيء يعني المفرح هو أن من بعد ما صيفطوا هذه الرسالة للديوان الملكي، من بعد أسبوع جاوبتهم النيابة العامة بناء على الميساج اللي جاهم من عند الديوان الملكي. وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن المؤسسة الملكية كتتفاعل مع المواطنين ومع أبناء الجالية كذلك. للاسف الشديد هذا الشيء، هذه القضايا ديال الفساد كثرت بزاف بلادنا، وللاسف الشديد انا ما كنتكلمش الان على هذه القضيه، ولكن مجموعه من القضايا ديال مافيا العقار كتلقاو داخلين فيهم رؤساء جماعات، رؤساء بلديات، رؤساء اقليميين، كتلقاو واحد العدد من المسؤولين ومن النخب السياسيه ومن الشخصيات وازمه داخله في هذه الملفات ديال الفساد او ما يعرف بمافيا العقار. كنتمناو من الدولة المغربية أنها تتحمل المسؤولية ديالها لحماية المواطنين المغاربة من هذه المافيا هذه، ومن الهيمنة والسيطرة والجشاع ديالهم اللي سول لهم أنهم يستولوا على أراضي ديال عباد الله ويخرجوهم منا ويشردوهم. الرسالة ديالي الثانية غادا تكون إلى رؤساء المافيا، رؤساء الجماعات. اتقوا الله في بلادكم واتقوا الله في المواطنين المغاربة اللي راهم تحت المسؤولية ديالكم. هذه البلاد هذه كلنا كمغاربة كنعرفوا حجم الحقد اللي يعني كيعاملوها بها مجموعة من الدول، ولعل أقربها الجارة يعني الشرقية. والأموال، حجم الأموال الطائلة اللي كتصرفهم من أجل أنها تدمر هذه البلاد وأنها ترجعها يعني مجرد قبائل متناحرة فيما بينها، الشيء اللي لم يتأتى ولن يتأتى بإذن الله. علاش؟ لأن الملك والشعب يد وحده. فقط كنتمناو منكم انتم كرؤساء جماعات انكم تتقوا الله، وانكم ما تقدموش شي خدمه غاليه للخونه الخارج، وانكم تخدموا بلادكم باش تزيد القدام، وبركه ما تكونوا عقبه في طريق تنميه هذه البلاد هذه. الرساله ديالي الان غادي نوجهها للمسؤولين في منطقه دكاله. كنتمنى من الله عز وجل انكم تدخلوا بخيط ابيض، وانا واحد من الناس اللي غادي يحاولوا يدخلوا بخيط ابيض من اجل اصلاح ما يمكن اصلاحه ومن اجل معالجه هذا المشكل هذا اللي كونوا على يقين انه من بعد ما غادي نطرق ليه
الا وغادي يعطي الاكل ديالو، لاننا ما كنطرقوش فقط اعلاميا، وانما حتى حنا كجمعيه حقوقيه كنراسلوا مجموعه من المؤسسات الحمد لله اللي كتفاعل معنا بصوره ايجابيه. وهذا الشيء هو اللي كيزيد يحببنا في بلادنا، هو التفاعل ديال المؤسسات ديالنا مع المتضررين ومعنا كجمعيات حقوقيه. الرسالة الأخيرة اللي كنبغي نختم بها وهي إلى أبناء منطقة دكالة خاصة، وإلى كل المناطق المغربية عامة، إلى الشباب المغربي، أن الثورة الحقيقية اللي كيعرفها اليوم ضد الفساد ومن خلال الاعتقال ديال واحد عدد ديال المسؤولين كيتوجب عليكم انتم كشباب انكم ديروا اليد في اليد مع ملك البلاد الحمد لله من اجل تنظيف بلادنا من الخونة ومن الفاسدين، كيف ما هما كيخدموا الذكاء ديالهم من اجل انهم يستولاو على المال العام. ولعل واحد الطريقه اللي كيظنوا هاد رؤساء الجماعات انها طريقه ذكيه، هي دوك لي بوند كوموند، وهذه غير طريقه من مجموعه من الطرق. فكنقولوا لهم بان الدوله اللي قراتكم وكبراتكم ورباتكم كتعرفكم كيفاش كتفكروا وكتعرف كيفاش تعالج الامراض ديالكم ان شاء الله، وان الدواء ديال كل الفاسد في بلادنا غادي يكون هو السجن. هذا غير ملف من مجموعة من الملفات ومجموعة من التسريبات الصوتية اللي وصلتنا في منطقة دكالة خاصة. كنتمنى أنكم تتبعوا معنا ملف بملف وكونوا على يقين بأننا غادي نقيسوا موطن الخلل وموطن الوجاع عند واحد العدد الإخوان. تحية كبيرة لكم وإلى فيديو قادم. عاشت المملكة المغربية ملكا وشعبا، ولا عاش الخونة. شكرا.